اوعى تتخيل ان الظالم ده فلت، ده من شدة غضب ربنا عليه ما رضيش يعجل له العقوبة في الدنيا عشان يعزك بمظلمته يوم القيامة. وقتها ستتأرجح على الصراط بمظلمته وتقول ليت الكون كله كان ظلمني. لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه. إيه الوعد وإيه الموعود؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أدي الوعد. الموعود ألا إن نصر الله قريب وإن تعين زمنه. قال يعني إيه؟ قال ولو حتى العمر جري تقولش إمتى، ده أنا كبرت. إزاي؟ زوجة سيدنا إبراهيم لما جات الملائكة قالوا لها ربنا أعطاك خلاص، قالت يا ويلتى. شوف هنا بقى اهو، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. هنا الوقت راح خلاص. معايير الوعد قال له هيجي لك عيل امتى؟ العمر خلص، الراجل كبر وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ ما هو خلق آدم من غير أب خالص. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك. لما ربنا قال إيه؟ إن نصر الله قريب. أنت ما تعرفش قريب يعني إيه. أنت فاكر قريب دلوقتي. الدنيا اللي أنت عايش فيها سيادتك كلها ما تسويش بمعايير ربنا 10 دقايق. لو عشت 100 سنة اسهم على وزن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ودي معيار من معايير أخرى وخارج نطاق الدنيا. لازم تثق في قدرة الله. لما جاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، طالعين الصحابة أغلبهم شايف الرؤية إن إحنا بنطوف بالبيت الحرام، وطالعين بأمر نبوي. يعني أمر نبوي يعني وحي. قال لهم إيه؟ إحنا هنعتمر، البسوا الإحرام، يلا بينا علشان العمرة. وطلعوا لغاية الحديبية، وقفوا عند الحديبية، وقع سيدنا النبي الصلح بأن احنا ايه نعود ونعتمر العام القادم. فقاموا يا رسول الله هو انت مش قلت، خد بالك بقى اهو، وانت يا رسول الله مش قلت ان احنا هنعتمر؟ قال أقلت لكم هذا العام؟ بنعلمك ان وعد الله حق. حق في الوقت اللي هو عايزه، لما تتيسر أسبابه، لما يسري سريان لطفه. ما الكون مش ماشي على مذهبك أنت، فعلى مهلك على نفسك شوية. ما تنازعش الله أقداره، ما تعترضش على قضاءات. مر إبراهيم بن أدهم على سوق البصرة، فاجتمع أهل البصرة على إبراهيم. قالوا يا إمام ما لنا ندعو ولا يستجاب؟ قال لأن قلوبكم ماتت ب10 أشياء. هذه موانع الإجابة، موانع حصول الوعد. أولا عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. عارف المشكلة كلها في ايه؟ انت دايما عايز حقوقك انت من ربنا، ما وقفتش بينك وبين نفسك مرة تقول وحق ربنا علينا في ايه؟ قال لك الفقر محوطني، بتطلع الزكاة. ادعيتم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبتم عن سنته. الطريق لسيدنا النبي مش أغاني وقصايد يا إخوان. الحب 3 أنواع: حب غرام، وحب أوهام، وحب إعدام. الإعدام ده اللي هو القيام بحقائق، إنك تفنى عنك وتبقى به. أول ما الناس تشوفك تفتكر سيدنا النبي، هيفتكروا سيدنا النبي بكرمك، بحيائك، بأدبك، بنبل أخلاق. يشوفوا عليك مراية متأصلة فيها الشمائل المحمدية. قرأتم القرآن ولم تعملوا به. يقول لك رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قالوا كيف يلعنه القرآن؟ قال يقرأ القرآن يمر على آية يقول الله فيها ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم. هو الكلام ده نزل عشان يكلم ربنا بيه غيرنا؟ بيخاطبنا احنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أكلتم نعمة الله ولم تؤدوا شكرها. عارف ليه ما حصلكش الوعد؟ عشان النعم الكتيرة اللي انت عايش فيها ما عرفتهاش ولا شكرت ربنا عليها. هنزيدك ازاي؟ ما احنا واقفين الزيادة على الشكر. ولئن شكرتم. طب هنزيدك ازاي وانت ما شكرتش؟ قلتم أن الشيطان عدو لكم واتخذتموه حبيبا. قلتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها. قلتم أن النار حق ولم تهربوا منها.
وقلتم أن الموت حق ولم تستعدوا له. انتبهتم من النوم واشتغلتم بعيوب الناس عن عيوبكم. دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. اوعى تتخيل ان دي البصيرة يا أولاد.